25 فيلما انطلق بها مهرجان أور السينمائي في الناصرية. اللجنة المشرفة أفرزت 20 فيلما من مجموع 150 منتجا سينمائيا تقدم للمشاركة، ألحقتها ب5 أخرى من نتاجات طلبة معهد الفنون. هذا المهرجان يوفر فرصة مهمة للاطلاع على آخر مستجدات السينما العراقية من خلال العديد من العروض، سواء تلك العروض الوثائقية أو العروض الروائية. أيضا مهم جدا أنه مثل هذه الفعالية يمكن أن تعزز الحياة المدنية في مدينة الناصرية، على اعتبار أنه الناصرية شهدت خلال 3 سنوات الماضية الكثير من الأحداث المؤسفة. لجنة تحكيم المكونة من 4 مختصين في الإخراج والنقد السينمائي أعلنت فوز فيلم الوقوف جلوسا بجائزة أفضل إنتاج، بما حصل فيلم إسكاف الجنة على جائزة أفضل تصوير. أما السيناريو الأفضل فقد ذهب استحقاقه إلى فيلم شاش. أما جائزة أفضل تمثيل فقد تناصفها الممثلان بيداء المعتصم عن دورها في فيلم حجل، وقاسم كاظم بإدائه في فيلم الملا، ليخطف بعد ذلك فيلم أماني جائزة أفضل فيلم وثائقي، بما تشارك فيلما الملا وشبح الحرب جائزة أفضل فيلم روائي. هو من هذا خليته سامع قالوا يغنون عزة يا خير كان، بس هسه كل شيء تغير، حتى الأغاني تغيرت صارت كلها حربية. وبحسب مختصين فإن المهرجان رغم تواضعه يؤشر بداية مهمة لإظهار مواهب السينمائيين الشباب وتسليط الضوء على تجاربهم الجريئة، رغم عدم توافر الدعم الكافي لمشاريعهم وانعدام وجود صالات السينما في الناصرية. من ذي قار، أحمد السعيدي، UTV.